السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وأموركم على خير وبخير إن شاء الله. اليوم غادي نحضروا واحد الكيكة بالبنان تجي خطيرة، أو الموز تجي بنينة. الكوتي ولا اللانش بوكس الوليدات تجي خطيرة. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو، وبطبيعة الحال البنات ما تنساونيش من لايك وابوني وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكذلك من التعاليق ديالكم الزوينة ولي بارطاج ما تنساونيش البنات. غادي ناخذ واحد الخلاط كهربائي، غادي نضيفوا له واحد 6 المعالق ديال سكر سنيده، غادي نضيفوا واحد 2 بنانات يكونوا طايبين حتى ل3، المهم على حساب المول اللي عندكم. الا كان عندكم المول كبير يمكن لكم انكم تضاعفوا الكميه. انا هنا المول عندي غير متوسط. تيجي هو هذاك. غادي نضيف واحد ساشي د الفاني، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال زيت نباتيه، واحد الياغورت. المهم انا هنا خديت الياغورت بنكهه حب الملوك، المهم نتوما اللي متوفر عندكم. وغادي نضيفو واحد 2 بنانات. هاد الياغورت هو تيعطيها واحد النكهه خطيره. غادي نخلطوا هاد المكونات، من بعد غادي نخويو داك الخليط في واحد البول، وغادي نضيفوا له الدقيق، واحد 6 المعالق حتى ل 8 المعالق، المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. وغادي نضيفوا 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات. من بعد غادي نخلطو بالفوي هكا، ولا غير بواحد الملعقه خشبيه ولا سباتولا، المهم اللي متوفر عندكم. غادي نضيفو بيبي شوكولا. في هذا اثناء الفرن مشغل على 200 درجه من الفوق ومن التحت. بعد ما غادي نوضعوا الكيكه ديالنا غادي نقصوا درجه الحراره 170 درجه، وغادي نخليوه غير مرتاح حتى طيب لينا الكيكه وطلع لينا. ولا كانت الفران ديالكم كيحمر حتى من الفوق وهو شاعل غير مرتاح صافي. الا كان ما تيحمرش من الفوق يمكن لكم ان من بعد ما طلع لكم وطيب مرتاح غادي تشعلوا من الفوق واحد 5 دقائق غير تحمر لكم وصافي، غادي تخرجوا الكيكه ديالكم. المهم هذا هو القوام ديال الكيكه. من بعد ما ضفنا بيبي شوكولا، وخصو يكون القوام انه يكون خط متصل كما كتلاحظوا. غادي نوضع انا في هذا القالب يعني مستطيل، نتوما المهم اللي عندكم. من بعد ما دهناه بالزبده ورشينا شويه ديال الدقيق، وغادي نزينو بيبي شوكولا على هذه الطريقه هذه. من بعد غادي ناخدو واحد الكوردون وغادي نديرو خويط، وغادي نديرو شويه د الزيت في داك الخويط اللي درنا، غير باش تجينا داك الفلحه ولا داك كتجي مفقعه من الوسط بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. وهذا هو الشكل النهائي. من بعد ما طابت لينا راه تجي بنينه، داك المذاق ديال الشوكولا مع البنان تجي بنينه بنينه وكتجي هشه البنات. ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وبالصحة والراحة إلى وصفة مقبلة إن شاء الله. وبطبيعة الحال ما تنسونيش ملي لايك وابوني وتفعيل زر الجرس، وكذلك البنات ملي كومونتير ديالكم الزوينة، وكذلك المشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم. وبالصحة والراحة إلى وصفة مقبلة إن شاء الله. مع السلامة.